السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوف واحد الفيديو عاوتاني جديد ديال طريقة الدخول للكراج. دونك هنايا ملي كنبغيو نمشيو للكراج ديالنا من بعد ما كنخرجوا من ستاسيومون من الدومي تور كنزيدوا لقدام. ها حنا دابا خرجنا من الدومي تور، كنتبعوا هاد لي فلاش ديالنا اللي في الارض، كنحاولوا نديروا هاد لي فلاش تحت من الطوموبيل. نديرهم في الوسط بحال الامتحان التطبيق اللي كاين في فاس، كنديروا لي فلاش في الوسط ديال الطوموبيل وكنمشيو نيشان في عطا هاد الخطوط الحمر بويض كيكون تروطوار. هنا في الامتحان د فاس كنمشيو قادين معاه مع التروطوار. بحال هكا ما كنلصقوش الطوموبيل مع التروطوار باش ملي نجيو ندورو الفولون ما تتكوانساش. الرويضه اللي كتكون من هاد الجهه ما كتكوانساش مع التروطوار. كنخلي واحد 20 سنتيم بحال هكا وكنزيدو قدام باش نشدو القياس ديالنا ديال الكراج ديالنا، باش نشدو قياس الكراج. هنايا قربنا الكراج، نبقاو نشدو القياس شويه بشويه. بحال هكا بشويه علينا. يوسف يمكنك تعطيني الكاميرا؟ كنشدو القياس ديالنا بحال هكا، كنحاولوا نجيبوا الحديده مع العلامه اللي كيعطينا المدرب ديالنا. بحال انا داير هنا الاولى، داير هنا الثانيه، كتجي بحال هكا. اولا بعض المرات الا ما شديتش قشا يمكن ندير بحال هكا، نجيب الكود ديالي مع الحديده. حتى الطريقه راه مزيانه. دونك كناخذ وقتي، كاين اللي كيهبط راسو باش يشوف كيجيبها مع الرويضه، وكاين اللي كيجيبها مع المرايه بحال هكا. دونك كل واحد كيشد قياسو كيضبطو في داك المرحله ديال التكوين. مع الممارسه كيكون شاد القياس ديالو. دونك من بعد ملي كنشد القياس ديالي كندور الفولون كامله للشمال، الجهه اللي ندخل لها ندخل لليسار، كندور الفولون كامله لليسار. وكنطلق من الفران، كنطلق من لومبرياج غير بشويه هكا يوسف. كنطلق من لومبرياج غير بشويه. الطوموبيل كتجي اون فاس مع الكراج، كنوقف حدا تجي اون فاس، كنوقف وكنقاد الرويض. هاد الدوره الاولى، هاد الدوره الثانيه، وكندخل بشويه عليا. فوالا حتى الرويضه التاليه كتفوت الخط الاحمر، كتدخل في اللور، كتدخل الطوموبيل كامله للكراج. كنوقف كندير بوا مور وكنتسنى اشاره ديال الممتحن يقول لي خرج. دونك من بعد ما قال لي الممتحن خرج، اجتزيت دخله بنجاح. دابا خاصني الخرجه. دونك كندير ماشارير، ندير لومبرياج، ندير ماشارير، نطلقوا من لومبرياج غير بشويه. حتى اللو ديال الطوموبيل كيتقاد مع هاد الحديده الاولى كاع. اللو ديال الطوموبيل كيتقاد مع هاد الحديده. كنوقف وكندور الفولون كامله للجهه د اليمين. ملي كندور الفولون كامله للجهه ديال اليمين، كنشوف المرايه ديالي وكنرجع اللور بشويه. كنبقى راجع بشويه، نقرب ما امكن الخط ابيض وما نقيسوش. كنقرب له مزيان وكنوقف، داير لومبرياج فران، وندور الفولون كامله الجهه ديال اليسار. كدور الفولون كامله الجهه ديال اليسار وكنزيد بالبروميي بوامور بروميي.
وكنزول الفران، نزول لومبرياج بشويه، نص لومبرياج غير يتحركوا الرواد كنبقى حاط رجلي على لومبرياج، كنخدم بشويه عليا، كنضبط مسائلي في الامتحان ديالي بشويه. صافي كتقاد الطوموبيل، كنقاد الدوره الاولى، الدوره الثانيه، وهنا اجتزيت المرحله الاخيره ديال الكراج، اجتزيتها بنجاح. الكراج سهل شويه، نضبط غير القياس، فيه غير قياس واحد، القياس اللي كتجي الحديده مع العلامه اللي عندي في الباب. ملي كتجي الحديده مع هاد العلامه اللي عندي في الباب، كنوقف وكندور الفولون كامله ديال اليسار وكندخل. كتجي الطوموبيل اون فاس مع الكراج، كنوقف نقاد الروايد ديالي 2 دورات، كندخل كنخرج. ملي كنخرج كندور الفولون كامله اليمين ونرجع ماشاريال، وندور فولون كامله اليسار ونزيد للقدام. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديالنا هذا النهار الكراج، وبالتوفيق للجميع.